في موضوع أيضا موضوع آخر تناقلوه الإعلاميين والأخوان في تويتر، وأيضا صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عن انتقال الكابتن عبد الله عطيف من فريق لوليتيانو البرتغالي إلى الفريق الهلالي. بالأمس ظهرت الكثير من التغريدات بأنه وقع لنادي الهلال، من ضمنها قناة الهلال السعودية. وأيضا في تغريدة للأمير عبد الرحمن مساعد يقول: لم أقابل عبد الله عطيف في منزلي الليلة اللي هو بالأمس، ولن نوقع معه إلا بعد الاتفاق مع الأشقاء في الشباب، فبدون موافقتهم لن يتمكن من المشاركة معنا إلا بعد 20 شهر. أيضا الأخبار السعودية تقول بأن رئيس الهلال ينفي تواجد عبد الله عطيف في منزله للتوقيع. أوضح الأمير عبد الرحمن مساعد هذا الموضوع من خلال تغريدته. لإعطانا تفاصيل أكثر وإيضاح لهذا الموضوع أكيد الأخوان في الإدارة الشبابية ومدير المركز الإعلام بنادي الشباب طارق النوفل. مساء الخير أبو محمد. النور، هلا والله أبو علي، حياك الله. حياك الله. طارق، توضح لنا الصورة حول انتقال عبد الله عطيف وتوقيعه لنادي الهلال، هل تم أو لم يتم؟ وإذا تم هل يعتبر اللاعب هاويا في توقيع مع نادي الهلال؟ وكيف يعني فرطتوا في هذا اللاعب نادي الشباب؟ جميل جدا. أول شيء أنا مداخلتي واتصالي فقط لتوضيح موقف نادي الشباب. يعني لم تكن مداخل لتوضيح مثلا صفقة انتقال اللاعب عبد الله عطيف لأي نادي. عموما موقف نادي الشباب، أول شيء الكابتن عبد الله عطيف هو انتقل هو وشقيقه صقر عطيف إلى النادي البرتغالي دون إذن من نادي الشباب أو باختيار نادي الشباب، ولكن هم انتقلوا برغبتهم وتحترم رغبتهم، وهذه للأسف هذه الأنظمة الاحتراف لدينا، وأنا أعتبرها أنه نظام يعني لم يكن موفق في مثل هذا الحال. الأمر الآخر يعني وصل لنادي الشباب أكثر من نادي يعني طلب مفاوضة اللاعب أو طلب انتقال اللاعب أو طلب السماح بالتنازل عن فترة السنة و8 شهور، وما زال هناك مفاوضات من الأخوان في نادي الهلال لانتقال اللاعب عبد الله عطيف والسماح باللعب لنادي الهلال مباشرة دون الانتظار لسنة و8 شهور. وفي نادي الشباب وفي إدارة نادي الشباب نؤكد ونشدد على أنه لن نتنازل عن أي حق لنادي الشباب يعني بأي صفقة انتقال سواء لعبد الله عطيف أو غيره. اللاعبين انتقلوا برغبتهم إلى في تجربتهم الاحترافية، ما كان بموافقة النادي. بكل تأكيد نعم. انتقلوا عن طريق أحد وكلاء الأعمال، انتقلوا واستغلوا ثغرة في هذا النظام أو نقول لك النظام بشكل عام اللي احنا نقدر في الأندية أنه ثغرة. لاعب يعني أنا هذا أراه من وجهة نظر شخصية وليست من وجهة نظر إدارة النادي، انه ثغره يعني لاعب يعني تؤسسه وتنشئه وتدربه وياتي وكيل اعمال ويقوم بتقديم عرض له في نادي اخر. اي نعم. وفي النهايه هذا النظام، احنا نمشي على النظام، ولكن حقوق نادي الشباب لن يتم التنازل عنها مهما كان، مع كامل احترام جميع الانديه. حق نادي الشباب حق ثابت وحق منطقي جدا، ولن يكون هناك كلام اخر في هذا. السنة و8 شهور لن يتنازل نادي الشباب عنها، المتبقية في عقد الكابتن عبد الله عطيف مثل ما ذكرت طارق. نعم. هي القضية انه يعني وردت اخبار وانباء من بعض الاعلاميين وبعض الناس اللي يعني داخلين في الوسط الرياضي وكتبوا في تويتر امس انه نادي الشباب قام بالتنازل بدون مقابل لنادي الاشقاء نادي الهلال. لا ابدا، هذا الكلام انا حبيت اكد انه هذا غير صحيح. نادي الشباب مثل اي نادي ثاني حريص على جميع حقوقه، لن يتنازل دون مقابل. اذا كان هناك تنازل لن يكون هناك اي تنازل في قضيه عبد الله عطيف وغير عبد الله عطيف سواء الهلال ولا غيره. جميل. طيب ابو محمد، مساء لك بالخير، حياك الله معنا في ارسال. يعني احنا دائما نعرف العلاقه الجميله والرائعه بين اداره نادي الهلال واداره نادي الشباب. وش سبب عدم التنازل او الحديث بهذه اللهجه انه لن نتنازل والى اخره؟ ممكن الهلال يعوضكم بمبلغ مالي يعني يكون مناسب للشباب. اخوي صالح، هي القضيه اول شيء يعني انت الان سالت وجاوبت في نفس الوقت. احنا نقول لن نتنازل مو معناه انه يستحيل التنازل. احنا نتحدث انه عدم التنازل دون مقابل، انا وضحت قبل شوي.
العلاقه الوديه والعلاقه الاخويه بكل تاكيد انه علاقه بين اداره الناديين يعني تمر بافضل مراحلها. طيب. والعلاقه الوديه هذه لا علاقه لها بمصلحه النادي. نعم. يعني أبو محمد، نادي الشباب، يعني اداره نادي الشباب مؤتمنه على مصلحه النادي. صحيح. لكن مهما كانت علاقه يعني تمر بافضل مراحلها، تظل مصالح اداره الناديين فوق كل اعتبار. يعني الاخوان في الهلال لو كان موقفنا وقالوا انه لن تنازل او اداره نادي ثاني، هذا من ابسط حقوقهم كاداره نادي. طيب ابو محمد، يعني تعرف على مصلحه النادي، مصلحه مكتسبات النادي، لن يتم التنازل عنها. نعم. لكن ما دام انك لم يتم التنازل ليس معناه انه استحاله، ولكن لازم يكون هناك مقابل لهذا الشيء، ومقابل مجزي. بسألك ابو محمد، يعني انتم ما حاولتوا تقنعون عبد الله عطيف انه يرجع للشباب، او اللاعب ما عنده رغبه انه يرجع نادي الشباب؟ والله يا اخوي صالح، انا بالنسبه لي اتكلم من وجهه نظر شخصيه انه اللاعب عبد الله عطيف يعني لاعب يستحق انه الواحد يعني يفاوضه، ولاعب جيد ولاعب ما حد يختلف عليه. ولكن لا تنسى انه كان لاعب شبابي وكان يتمرن في نادي الشباب. وتم تقديم العرض له، وكنا نتمنى ونتطلع ان يبقى في نادي الشباب، ولكن انتقاله خارج النادي لم يكن بموافقه اداره او باذن نادي الشباب. يعني في واضح انه في اشكاليه مع اللاعب. لا، مو شرط اشكاليه، قد يكون اللاعب يرى مصلحته خارج النادي. طيب، سؤالي الاخير لك في الموضوع، متى يكون يعني عبد الله عطيف حر في انتقاله من الشباب بدون اي مبلغ مالي او الرجوع لنادي الشباب؟ ذكرت قبل شوي اخوي صالح اللي هو سنه و8 شهور. طيب، بعد سنه و8 شهور. نعم يصبح. نعم. طيب ابو محمد، في نقطه مهمه، ليش ابناء عطيف؟ غير السؤال الاخير قبل شوي. هذا سؤالي انا الاخير الحين. معليش تحملنا ابو محمد. ليش ابناء عطيف ذهبوا للاحتراف الخارجي؟ ما قدمتوا لهم العرض المناسب اللي يستاهلونه ابناء عطيف، ولا هم رفضوا؟ وما هي اسباب ذهابهم برايك؟ شوف، دائما يعني في نادي الشباب ما نحاول نستطرد في موضوع اللي هو المفاوضات او موضوع اللي هو التعاطي مع اي موضوع داخلي في النادي. هذا اول نقطه. لكن انا ممكن احب اوضح لكم الشيء اللي انا ممكن اتكلم فيه. تم تقديم العرض اللي نراه في نادي الشباب انه هو العرض المجزي، العرض اللي نعتبره مثل السلم في مستحقات او في تقديرنا للاعب. مهما كان اللاعب، مهما كان نجوميه اللاعب، لن نخرق هذا القانون اللي نمشي عليه او النظام اللي نمشي عليه. قدمنا لعبد الله وصقر افضل عرض ممكن تقدم اداره نادي الشباب، ولم يحصل اتفاق، واللاعبين غادروا وراحوا النادي البرتغالي عن طريق وكيل اعمال. والله يوفق، ما نقدر نقول شيء. يعني نادي الشباب ان شاء الله كبير قبل ابناء عطيف عبد الله صقر، وكذلك ان شاء الله بعدهم نفس الكلام. نادي الشباب لن يتوقف على اي لاعب كان من يكون. جميل. يعطيك العافيه طارق النوفل، مدير المركز الاعلام بنادي الشباب. شكرا لك ابو محمد. يا هلا. كان معنا لايضاح الصوره حول ملابسات انتقال عبد الله عطيف الى نادي الهلال، وذكر انه نادي الشباب لن